هنعمل مع بعض النهاردة البتنجان المعصفر ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وهيقعد عندك من السنة للسنة، تاكليه في الهنا ان شاء الله في شهر رمضان، ويبقى موجود معاكي طول السنة. اهم حاجة هنختار البتنجان الاحجام الصغيرة. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. دول كده 2 كيلو ونص بتنجان، جايباهم ب10 جنيه. انا نقيت البتنجان الاحجام الصغيره خالص، الكيلو وربع ب5. غسلتهم كده، ودلوقتي بدات نضفتهم كده، شلت العرش الاخضر بتاعهم، وبتشيليه بمنتهى البساطه بايدك من غير اي حاجه. لو واحده وقفت جامده او حاجه معاكي بتشيلها بالسكينه بالراحه، وما بتقربيش للبتنجانه خالص ولا بتقربي منها. دي كده بقولك البتنجان الصغير اصغر الاحجام خالص، لان الوصفه دي بتعوز البتنجان الصغير. انا شلت كده العرش الاخضر ده اهو بمنتهى السهوله خالص، ولو حاجه وقفت قدامي هشيلها بالسكينه. كده بشق بالسكينه في النص بالظبط، ما بوصلش للفوق ولا لتحت، شقه كده بسيطه في النص عشان البتنجانه ما تفتحش منك. لو عجبك الفيديو حبيبتي ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك يشجعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. دي كان العرش بتاعها جامد، شلتها بالسكينة بمنتهى السهولة، وبرضو فتحتها كده من النص، بس لو وصلت للطرف ده ولا الطرف ده. اهم حاجة تفتحيها من النص بس، وما توصليش للطرفين بتوعها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده بمنتهى السهولة والبساطة اهوت، وبنفتحها اهي. عملت كذا واحدة معاكم. البتنجان ده جميل من غير ما نسلقه ومن غير ما نتعب خالص، زي ما هو كده هنحشيه مع بعض ونحطه في البرطمانات بتاعتنا. وعلى كده ان شاء الله يتاكل بعد قد ايه؟ بعد شهر باذن الله يكون كده بقى تمام، ويتاكل معاكي وتاكليه بالف هنا وصحه على قلبك يا حبيبتي. خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي. بقولك انا فتحت كل البتنجان بالطريقه ديت، ونبدا ان شاء الله نجهز الحشو بتاعنا. عندي هنا كده معلقتين كبار عصفر، احط عليهم برضو معلقتين حبه البركه، معلقتين صغيرين كده حبه البركه. نحط عليهم معلقتين ملح، ونقلب بقى كل ده كده مع بعض. دي معلقه صغيره عشان كده بحط منها بها 3 معالق، بس هي تحط منها معلقتين بالمعلقه الكبيره. ديت هريسه اللي احنا عاملينها، الهريسه الحلوه. الفلفل اللي احنا مفرزينه مع بعض، الفلفل الاحمر البارد مش الحامي، اخدت منه كده 3 4 معالق كده بالمعلقه. ونقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض كده، بتبقى جميلة جدا. ودلوقتي هنعصر عليها ليمون، لان احنا مفرزين الفلفل مع بعض من غير ليمون ومن غير توم من غير اي حاجة، عاملينه كده في العلب، هو بس الفلفل وعليه الملح بتاعه. ده توم متفرز عندي، نزلت بيه كده على الخلطة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلبت كده الخلطة كلها مع بعضها بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده ما عادش باقي الا ان احنا نضيف عصير الليمون عليه وخلاص. دول كده ليمونتين اهمت، اضيف العصير بتاعهم.
كده خلاص خلصت، جهزت الخلطة بتاعتي وبقلبها كده في عصير الليمون. وهنبدأ واحدة واحدة نحشي بقى البتنجان بتاعنا. هنا بدأت الحشو كده بالمعلقة، بس لقيت المعلقة مش هتنفع، لازم تضغطي على الحشوة كده جامد بإيدك وتدخليها في البتنجانة. فعملت بإيدي، ولازم كده تضغطي عليها جامد علشان الحشوة تبقى مالية البتنجانة كلها من جوه بالشكل ده كده. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي تكاليف ولا اي تعب ولا اي حاجة خالص. والليمون البتنجان المعصفر ده جميل جدا وطعمه بيبقى روعة، غير بقى المسلوق وغير المقلي وغير كل ده. خلاص كده انا خلصت كل البتنجان بتاعي اهوت بالشكل اللي انت شايفاه ده، بمنتهى الجمال. وريحته، ريحة الخلطة بتاعته جميلة جدا. هبدأ بقى كده احطه في البرطمان بتاعي. البرطمان ده انا غسلته وعقمته بالخل، حطيت فيه البتنجان كده وحطيت معاه قرون شطة حمراء وخضراء. وده اللي باقي من الخلطة حطيت عليها مية، المية دي انا غليتها وسبتها لما بردت خالص خالص. وبعد كده ظبطت الملح بتاعها ونزلتها على البتنجان كده زي ما انت شايفه. لون الفلفل الاحمر والعصفر كمان مخلي لون المحلول الملح بتاع المخلل لونها جميل، لونه جميل جدا زي ما انت شايفاه كده يا حبيبتي. كده خلاص انا خلصت غطيت البتنجان كله بالمحلول الملحي. ما عادش كده الا باقي اضافه واحده، وهي الزيت. هحطه على وش البرطمان علشان يعزل الهواء عن المخلل بتاعي بالشكل ده، وما يعملش اي طبقه بيضه فوق على الوش. وجبت كيس من بتاع الفريزر زي ما احنا متعودين مع بعض، وكده هقفل بقى عليه علشان الغطا يبقى محكم الغلق جامد كده. ان شاء الله نفتح عليه مع بعض بعد شهر باذن الله، ويفضل عندك كده لحد رمضان وبعد رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك يا حلوين.